ايه كلكم يا رب تكونوا بخير. الصراحه يا جماعه حبيت اشارككم تجربتي، انا معرفش هي فاشله ولا لا، بس انتوا شوفوها واحكموا عليا في الاخر. التجربه دي اللي هو المكرونه العاديه بالصلصه وكده. بس انا حبيت بقى اعملها في طاسه. يعني احنا كل مره بنعملها في الحله، عايزه اجرب مره اعملها في طاسه زي الاجانب لما بيعملوها. انا بشوف كده على طول في البرامج الطبخ بتاعت الاجانب، ببقى نفسي اعملها في طاسه، بشوف يعني ايه الفرق، يعني ايه اللي هيحصل، وهو هي ولا ايه اللي بيحصل. المهم انا عملت بصلايه عشان بكرملها كده تدي طعم حلو للمكرونه. كرملتها جامد جامد، وبعد كده رحت ضربت شفشق طماطم ودلقته على الصلصه، على البصلايه بعد ما كرملتها. تمام. ليه بقى انا عملت كده في البصلايه؟ علشان تدي طعم مسكر للصلصه. تمام. فانا حطيت شويه سكر كمان، وحطيت مرقه. السكر اللي انا حطيته ده حطيته عشان الحموضه بتاعه الطماطم، لان انا هسيبها تغلي مع نفسها لغايه اما تتكثف معايا وتبقى تقيله قوي عشان تبقى حلوه مع المكرونه. بعد كده يا جماعه حطيت ملح ومرقه وفلفل اسود وكمون، وحط بابريكا عشان تدي لون احمر كده غامق. فالكلام ده كله اختياري. وبالنسبه للخل ده عشان المكرونه تبقى طعمها سويت اند ساور، اللي هو بالسكر اللي انا حطيته وبالخل، فبتدي طعم مزه كده جميل. وطبعا جبت نص كيلو بانيه، فلازم اعمل عليه حفله. جبت بقى الناعم ده، كيس اللي هو فيجيتار، وبقسماط مطحون. تمام. كيس فيجيتار وبقسماط مطحون، ده مكتوم مع بعض كده في شنطه. انا بحبش احط الحاجات دي في اطباق عشان بتقعد وقت، يعني اغسل فيها عقبال ما تطلع. بعمله كده وبخلص وارمي الكيس في الزباله زي ما هو، يعني لما اخلص خالص واربط الكيس من البواقي وارميه بدل ما بهدل الدنيا بقى وكده. ونزلت بقى قليت البانيه. عايزه اقول لكم ان البانيه ده انا نقعاه في بصل وحطيته في الفريزر، وبعد ما غلفته زي ما انتوا شفتوه كده اهو، حطيته في الطبق برده وحطوه يجي مثلا ربع ساعه في الفريزر. تمام كده. لازم احطه في الفريزر عشان خاطر الطبقه دي تمسك فيه. كده بقى بعد ما الصلصه تقلت معايا وبقت حلوه سميكه، ورحت مقطعه واحدتين فلفل رومي. انا الصراحه كان نفسي احطه فلفل حار، بس الولاد هياكلوا معايا فحطيته رومي. ليه بقى حطيت فلفل رومي؟ علشان يعني يغير من شكل المكرونه بطماطم العاديه. وبرده كل حاجه انا بعملها اختياري. هي الفكره كلها ان انت تجربي تعملي صلصه في طاسه، بس احسن حاجه تبقى طاسه بغطا عشان المكرونه ما تنشفش منك بعد ما تعمليها. بص بقى البصل وهسيب بقى الفلفل ده يدبل شويه، يدبل بس كده حبه. كده كده اصلا المكرونه الصلصه دي اتبخرت خالص، يعني مبقاش فيها ميه. يعني شوفوا كانت ماليه الاول الطاسه، بعد كده قلت خالص عشان اتبخرت من الميه كلها. كده بقى بعد ما انا سلقت المكرونه وغسلتها، هحطها بقى على الصلصه. عايزه اقول لكم بقى ان التجربه دي يا جماعه ناجحه جدا، والله العظيم. اللي هتعملها هتدعي لي. جربي تعملي المكرونه في طاسه وتكون بغطا، يا اما انت تغطيها بحاجه بعد ما تقفلي عليها. انا بقى بعد ما قلبت كده، عشان انا ما صورتش، حطيت عليها شويه زيت عشان تدي لمعه. بعد ما قلبت وطفيت على النار، حطيت على الوش شويه زيت بصوت، ادت بقى اللمعه اللي انتوا شايفينها دي كلها. كده بقى بعد ما خلصت، بصوا الحمار بتاع الصلصه. يعني والله العظيم فعلا، يعني في الحقيقه تجربه والله العظيم مش هتندمي انك تجربيها. هي مكرونه بطماطم بس طعمها تحفه غير اي مكرونه. انت بصي الطماطم سميكه كده ومن غير مجهود ومن غير صلصه ومن غير اي حاجه. بس انت جربي. هي الفكره على فكره، فهي بتتعمل في ايه. حطوا لي اللايك يلا وشيروا الفيديو لو استفدتوا.